مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. افتتاح رسمي لمهرجان إريتريا 2024 وذكرى ال50 لمهرجان بولونيا. قسم عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أوروتا يقدم خدمات جيدة للمواطنين. عقد اجتماع لتبادل الخبرات الزراعية في مديرية مقلو. قتلى في هجوم شنه قطاع طرق بنيجيريا. هجوم بمسيرات استهدف قوات أمريكية في سوريا. وسقوط طائرة نقل تقل 62 شخصا في البرازيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتح فخامة الرئيس ياسف أفورقي في الساعات الأولى من يوم السبت 10 من أغسطس رسميا مهرجان إريتريا 2024 والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا في أرض المعارض الإكسبو بالعاصمة أسمرا. وحضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة يتقدمهم الوزراء والسفراء والدبلوماسيون المعتمدون في إريتريا وغيرهم من المدعوين. وخلال تفقده لمحتوى قرى الأقاليم اطلع فخامة الرئيس ياسف أفورقي على المعارض التي تعكس التنمية الزراعية والطاقة المتجددة والموارد السياحية ومحتوى البحر الأحمر والحضارات والمواقع التاريخية أثناء النضال التحرري وغيرها. كما زار فخامة الرئيس ياسف أفورقي معرض الكتب والمشغولات اليدوية ومعرض منتجات مؤسسة المواشي والقلال وجناح الرسم والأزياء والخلفية التاريخية وتطور مهرجان إريتريا بشكل عام وذكرى ال50 لمهرجان بولونيا. هذا وستتضمن فعاليات المهرجان والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا التي ستستمر حتى 18 من أغسطس الرقص والموسيقى التقليدية والبيوت التقليدية وأنماط الحياة والتراث الشفهي وغيرها، وعروض الجاليات الإريترية من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا، وقرى ترفيه للأطفال بالإضافة إلى ركن للدراما والكوميديا ومعارض الكتب والمبيعات ومعارض منتجات الشركات والندوات والفعاليات الفنية الأخرى. يقدم قسم عيادة الأنف والأذن والحنجرة المتواجد بمستشفى أوروتا المرجعية خدمات جيدة للمواطنين. وقد أوضحت المختصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة ألم تخلو أن الجهود التي تبذل لرفع كفاءة الكادر الطبي مع استحداث الأجهزة المستخدمة بجانب إجراءات تحسين المعاملة تثمر في تقديم خدمات بمستوى أفضل. وأفادت الدكتورة ألم أن العيادات تستقبل 100 حالة يوميا من جميع أنحاء البلاد، وبهذا قدمت خدمات لأكثر من 8300 من الحالات الجديدة و3400 لحالات المتابعة الصحية. كما تمت بنجاح 284 عملية جراحية حرجة و55 عملية جراحية بسيطة في ال6 أشهر الماضية. كما وصلت الجميع للحد من استخدام العلاجات الشعبية وعدم تهاون الآباء في حال حدوث التهابات في الأنف والأذن والحنجرة التي توصل الأطفال إلى مراحل خطيرة في حال التأخر في تلقي الرعاية الصحية. وقال المهني أمين جابرس جابير بدوره بأن ارتفاع الكفاءة الطبية يثمر في رقي الخدمات المقدمة في العيادة. وأشاد المواطنون من جهتهم بالخدمات التي تقدم إليهم في عيادة الأنف والأذن والحنجرة، مناشدين الآباء للإسراع لتلقي الرعاية الطبية في حال إصابة أطفالهم بالتهابات الأنف والأذن والحنجرة. عقدت في 6 من أغسطس الجاري بمديرية بارنتو ورشة حول الوقاية من مرض الملاريا عن طريق القضاء على التأثيرات المنزلية والبيئية. وقال رئيس الخدمات الصحية بالمديرية سيد تفوزي البرهاني أن الخيار الوحيد هو رفع مستوى الوعي العام حول طرق الوقاية، لأن مديرية بارنتو هي إحدى المناطق التي توجد فيها وتتكاثر فيها أنواع الباعوض التي يمكن أن تسبب مرض الملاريا وغيره من الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة هو توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى المجتمع والمؤسسات الصحية والشركاء. وذكر رئيس وحدة التوعية والإعلام بوزارة الصحة سي سلطان حقوس وعضو وحدة مكافحة الملاريا سيد بشير صالح أن الإهمال في استخدام وسائل النظافة وغيرها يعيق جهود مكافحة الملاريا والدفع باتجاه اتخاذ الإجراءات الوقائية، حاثين بمواصلة الحملات التوعوية وتعزيز تدابير الوقاية المجتمعية. وفي الختام قال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي بأن المحاضرات التي تقدم عبر الكادر الصحي لها أهمية كبيرة ويجب تعزيزها، وحث العاملين في مجال الصحة على اتخاذ إجراءات مهنية قائمة على الأبحاث بالتنسيق مع الإداريين المحليين وأصحاب المصلحة حتى يتم القضاء تماما على تفشي مرض السل النادر. واقترح المشاركون طرقا عديدة لتعزيز أنشطة الوقاية من الملاريا وزيادة الوعي المجتمعي بالمرض.
عقد مكتب الزراعة في مديرية مقل اجتماعا للمزارعين ناقش فيه سبل تبادل التجارب مع مزارعي قردات لتوسيع الزراعة المروية في المديرية. أوضح مسؤول المكتب السيد أماني العنمارية أن الاجتماع جاء لتدعيم عمل مزارعي مقلو بخبرات مزارعي قردات في تنمية البساتين. وذكر منسق حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية في مقلو السيد أملسوم سرقي أن برنامج تبادل الخبرات هو استمرار للجهود الهادفة للتوسع في الزراعة المروية وإجراء اللقاءات لتبادل المعارف والتجارب. هذا وتفقد مزارع قردات مزارع الخضر والعلف الزراعي في مديرية مقلو. عقد قسم القوانين والرقابة الإقليمية بمديرية قندع سمينارا حول الحد من دخول الحيوانات ومشتقاتها والنباتات والأدوية البيطرية بطريقة غير قانونية. تناول السمينار الذي شارك فيه المزارعون وأعضاء مكتب الزراعة الحجر الزراعي والحيواني والأمراض الحيوانية. أوضح مسؤول قسم الرقابة والقوانين بمديرية قندع السيد توماس دسالي أن المشتقات الحيوانية والزراعية التي تدخل البلاد دون علم الجهات المعنية وبطريقة غير قانونية لها أضرار سلبية على الإنسان. هذا ونظم سمينار مماثل في كل من مديريتي فرو وعبد. أقيمت في 6 أغسطس الجاري بمديرية عدقية ندوة حول أهمية التعليم بلغة الأم. وأشار مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ بيان تسفاي أن لغة الأم تساهم في تنمية الهوية الوطنية لأنها تشمل وتنقل القيم المجتمعية. وناشدت لجنة تنظيم التعليم بلغة الأم الأعيان والمؤثرين في المجتمع للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه أنشطة التعليم بلغة الأم. أوضح مدير مديرية عدقية السيد هابتاي تسفازجي اجتهاد المديرية لتوسعة برامج التعليم بلغة الأم نظرا لأهميتها في تحقيق المصلحة الوطنية، معبرا عن أمله بمساهمة المجتمع في إنجاح برامج التعليم بلغة الأم. وأشاد المشاركون بدورهم في التعليم بلغة الأم في المرحلة الابتدائية مؤكدين مشاركتهم الواسعة في إنجاح الجهود المبذولة. قدمت في مديرية عدخالة مساعدات مالية بالإضافة إلى تنظيم أنشطة نفير جماعي في مزارع أسر الشهداء. وأفاد سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمديرية عدخالة السيدة نبيات بهلبي أنه قد تم تنفيذ مشاريع النفير الجماعي في 22 ضاحية بالمديرية شملت حرث 1538 مزرعة تابعة ل 540 أسرة شهيد وتنظيف المزارع التابعة ل 71 أسرة شهيد بالإضافة إلى تقديم 97 ألف نقفة للأسر المحتاجة موضحة مواصلة الأنشطة حتى حصاد المحاصيل. ومن جهتها شادت أسر الشهداء بتعاون الحكومة والشعب في حراثة مزارعهم في الوقت المناسب. وأوضح مدير قرية إندا قرقيس السيد رعايا عبيو ومدير ضاحية عدي عخيل السيد زرعي نقاش أن المساعدات التي تقدم لأسر الشهداء هي من واجباتنا المجتمعية النبيلة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قتل مسلحون معروفون في نيجيريا باسم قطاع الطرق 17 شخصا على الأقل بينهم شرطيان في هجوم بولاية بينو وفق ما أعلنت عنه الشرطة. وفتح المهاجمون النار في قرية أياتي في أحدث تصعيد لأعمال العنف في المنطقة. وقالت متحدثة باسم شرطة بينو في بيان أن الجثث نقلت إلى مستشفى أوكوما العام والتحقيق جاري، مضيفة أن عددا كبيرا من قطاع الطرق اقتحموا القرية وبدأوا في إطلاق النار على السكان. وفقا لها قتل 15 شخصا بالرصاص بالإضافة إلى 2 من عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون التصدي للهجوم. هذا ويعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ فترة طويلة من رعب يسببه قطاع الطرق الذين يعملون انطلاقا من عمق الغابات ويداهمون القرى لنهب السكان وخطفهم مقابل فدية. استهدفت مسيرات قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في الرميلان والحسكة شمال شرقي سوريا في إثار هجوم يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة خلال أسبوع. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا. من جانب آخر، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها أن مسيرات استهدفت قاعدة مطار خراب الجير في منطقة اليعربية بريف الحسكة. أوضحت أن عابدة الدخان تصاعدت من القاعدة عقب الهجوم دون تعليق فوري من الجانب الأمريكي على الهجوم. وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال أسبوع
إذ أصيب 5 عسكريين أمريكيين بجروح عندما أطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. قال مسؤولون محليون أن طائرة تقل 62 شخصا سقطت قرب ساو باولو في البرازيل ليلقى جميع من كانوا على متنها حتفهم وفق إفادات وكالة رويترز للأنباء. وقال مسؤولون في مدينة فالينيوس بالقرب من فينيدو حيث سقطت الطائرة أنه لم يكن هنالك ناجون ولم يتضرر سوى منزل واحد في المجمع السكني المحلي، بينما لم يصب أي من السكان بأذى. وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد. وفي فعالية أقيمت بعد وقت قصير من الحادث طالب دا سيلفا بالوقوف دقيقة الصمت حدادا على الضحايا. وقال شركة طيران فوي باس أن الطائرة التي أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا كانت متجهة إلى مطار ساو باولو الدولي قبل أن تسقط في فينيديو على مسافة نحو 80 كيلومترا شمال غربي ساو باولو. وقالت شركة الطيران غير المدرجة أنها لا تستطيع تقديم المزيد من المعلومات عن سبب سقوط الطائرة. في الخبر الأخير، أعلنت وزيرة العمل الإنساني بإدارة الكوارث في النيجر أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن وفاة 94 شخصا وتسببت في تشريد أكثر من 137 ألف شخص. وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، أوضحت السلطات أن 44 من الضحايا لقوا حتفهم قرقا، بينما توفى 50 آخرون جراء انهيار منازلهم. وأصيب 93 شخصا بجروح. وتضررت العاصمة نيامي التي كانت بمنأى عن الأضرار حتى الآن، حيث سقط ما لا يقل عن 4 قتلى وأصيب العديد من الجرحى. وأشارت شركة الكهرباء النيجرية نيجيليك إلى انقطاع الكهرباء كإجراء احترازي بسبب قمر المياه لمحطات الكهرباء. ويذكر أن موسم الأمطار في النيجر يستمر من يونيو إلى يوليو، وغالبا ما يتسبب في خسائر فادحة، حيث أسفرت أمطار عام 2022 عن مقتل 195 شخصا وتشريد 400 ألف آخرين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح رسمي لمهرجان إريتريا 2024 والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا. قسم عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أوروتا يقدم خدمات جيدة للمواطنين. عقد اجتماع لتبادل الخبرات الزراعية في مديرية مقر. قتلى في هجوم شنه قطاع طرق بنيجيريا. هجوم بمسيرات استهدف قوات أمريكية في سوريا. سقوط طائرة تقتل 62 شخصا في البرازيل. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.